الأول أمام المنتخب الجزائري، الهزيمة الجزائر أمام سلوفينيا في عجالة. بكل صراحة جلال، ما كناش ولا متوقعين بأنه الفريق السلوفيني يظهر بمستوى اللي شفناه اليوم، لأنه كنا كلنا نظرا للنتائج اللي حصل عليها في التصفيات والفوز على منتخب روسيا، كنا ننتظروا أن المنتخب السلوفيني يظهر أفضل مما ظهر فيه اليوم، وهذا ما خلى أن المنتخب الجزائر ضيع فرصة الفوز، لأنه لما فاز اليوم على سلوفيني إمتى راح يفوز على المنتخب السلوفيني؟ وهذا راجع لسبب واحد، هو أن المنتخب الجزائري ما كانش جاهز، ماهوش جاهز لكأس العالم، نظرا وحنا تكلمنا عدة مرات نظرا للمشاكل اللي كانت موجودة بالنسبة للاعبين في أنديتهم، وكذلك الإصابات. هذا كله جعل أن المنتخب الجزائري ما كانش في الوقت المناسب، ما كانش في المستوى المطلوب. لكن رغم هذا كان بإمكانه، لولا الغلطة اللي ارتكبها الشوشي، كان بإمكان المنتخب الجزائري على الأقل يخرج بالتعادل، وكان يكون فيه تعادل منطقي. لكن هذه هي كرة القدم وكل شيء وارد والأخطاء موجودة. On va débattre longuement de cette défaite de l'Algérie lors de ce match inaugural. Je vous rappelle l'adresse email de l'émission, mondial@mediansat.ma. Vous avez été nombreux à nous écrire. Vous pouvez bien sûr continuer à le faire, nous poser des questions à nos consultants. Nous nous ferons un grand plaisir de vous répondre en direct. Et puis à partir de demain, jouez avec nous chaque soir un jeu SMS dans le cadre de Saat le Mondial avec des questions quotidiennes et des écrans LCD à gagner. Mais on va débuter comme chaque soir par JT le Mondial avec Naoufel Al-Awamla. شكرا جلال، اهلا بكم مشاهدينا، نحييكم ونقدم لكم جي تي المونديال. والبدايه بالتاكيد ستكون مع ممثل الكره العربيه الوحيد في المونديال، المنتخب الجزائري، والذي خسر لقاءه الاول امام سلوفينيا وبهدف مقابل لا شيء. الخضر على الرغم من تقديمهم لاداء جيد، الا ان المنتخب السلوفيني تمكن من خطف نقاط المباراه بعد ان فشل الحارس فوزي شاوشي في التصدي لكره ضعيفه من خارج منطقه الجزاء سددها اللاعب روبرت كورين في الدقيقة 79. وأنهى المنتخب الجزائري المباراة ب10 لاعبين بعد طرد البديل عبد القادر غزال في الدقيقة 73. وبهذا الفوز تصدر منتخب سلوفينيا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم منتخبا إنجلترا والولايات المتحدة المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، فيما تقبع الجزائر في المركز الرابع ب0 نقطة. وشهدت المباراة حضور النجم الفرنسي الجزائري الأصل زين الدين زيدان، الذي خرج حزينا بعد الخسارة غير المتوقعة للخضر. الخسارة غير المتوقعة إذن للخضر أثرت كثيرا على المشجعين الجزائريين، فالآلاف شدوا الرحال لجنوب إفريقيا لمشاهدة رفاق زياني وهم يتألقون في المونديال الذي غابوا عنه لأكثر من عقدين من الزمن. ولكن الخسارة أمام سلوفينيا أثرت في معنويات الجماهير التي كانت تمني النفس بفوز يطمئن قبل مواجهة المنتخبين الإنجليزي والأمريكي. لعبنا جيدا ولم نستحق الخسارة في هذه المباراة، وهذا هو حال كرة القدم، تلعب جيدا لكنك تخسر. قاد النجم السامواجيان المنتخب الغاني لتحقيق فوز مستحق على المنتخب الصربي وبهدف مقابل لا شيء في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة. وجاء هدف اللقاء الوحيد قبل نهاية المباراة ب5 دقائق من ركلة جزاء سددها اللاعب سامواجيان بنجاح وسط المرمى الصربي. وأنهى منتخب صربيا المباراة ب10 لاعبين بعد طرد اللاعب ألكسندر لوكوفيتش في الدقيقة 74. وكان منتخب البلاك